في تعليق جالي من يومين بيقول لي ممكن تجرب السيليكون مع الرمل بدل الصابون السائل. شفت فيديو أجنبي بيعمل كده. ايه رأيك يا فنان؟ طبعا وزي ما انتوا عارفين ان انا دايما بحب اجرب، والتجربة بتكون ظاهرة قدامكم بعيوبها بمميزاتها بكل حاجة. تعالوا بينا ناخد التجربة دي، وكمان الفيديو فيه شوية معلومات مفيدة جدا جدا. ان شاء الله بإذن الله تستفادوا منها وتعملوا لايك في نهاية الفيديو. بس قبل ما أبدأ الفيديو حابب اقول لكم يا ريت تتفرجوا على الفيديو كاملا، علشان الفيديو كله مكمل بعضه والخطوات كلها مكملة بعضها. وقبل ما نبدأ تعالوا بينا نصلي على حبيبي وحبيبكم صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، وندعي لاخواتنا ربنا ينصرهم عاجلا وليس آجلا يا رب العالمين. اول حاجة يا جماعة بكل بساطة احنا بنبدأ ان احنا نجيب قطعة من الفوم بتاع الحيطة. ده اسمه بلاط فوم يا جماعة، اللي هي في المنتصف دي. القطع الفوم دي بتتباع قطع كاملة 70 في 77 سنتي. أنا أخدت جزء بس منها وابتديت إن أنا هعمل بيه النموذج اللي معايا، وهجرب التجربة دي سوا. ابتديت إن أنا ألزقه في المنتصف، وبعد كده عملت برواز. ممكن تلزقه بسيليكون، تلزقه بشمع، تلزقه بأي حاجة مفيش مشكلة. وبعد كده ابتديت إن أنا أعزله بالزيت، أي شوية زيت نضاف، وابتديت بعد كده إن أنا أعزلهم بشكل كويس. بعد كده جبت شوية رمل وابتديت ان انا احللهم، يعني اهزهم شوية كده بحيث ان هم يكونوا ناعمين. وجبت بعد كده السيليكون الانابيب. هو التعليق كان بيقول لي سيليكون انابيب مش سيليكون رابر، لان السيليكون رابر مش محتاج. انا هنا اول ما حطيت السيليكون على الرمل وابتديت ان انا اقلبه كده، حسيت ان هو ابتدى ان هو يعزل، يعني زي الصابون كده ما بيعزل السيليكون عن الايد. لان بطبيعة الحال انت لو مسكت السيليكون بايدك من غير ما تحط عليه وسيط او مادة عازلة، فبالتالي هيمسك في ايدك ومش هتعرف ان انت تفرده اصلا. فلحد هنا والدنيا تمام وكله مية مية، ابتديت ان انا طبعا اكمل شغل بنفس الطريقة، بحط شوية بشوية بحيث ان انا ما اعملش كمية وفي الاخر الاقيها كتير. وابتديت ان انا واحدة واحدة املأ الشكل اللي معايا من الجناب. مهم جدا طبعا لو بتعمل قالب بتبدأ ان انت تضغط واحدة واحدة بحيث ان انت ما يبقاش في اي فراغات في الداخل، بحيث ان هي بعد كده ما تعملكش مشكلة والقالب يبقى مش مظبوط او يبقى ضعيف. سبتها تنشف بقى براحتها، اخدت معايا يوم. يعني انا بسيب الحاجة دي تنشف براحتها، ما عنديش مشكلة خالص، خصوصا ان احنا كمان جو برد، فكل حاجة لازم تاخد وقتها. وابتديت بعد كده ان انا افك الشكل، يعني هو ماسك نفسه نوعا ما. وسبته بعد كده ينشف برضه، يعني سبته بعدها حوالي 4 أو 5 ساعات. وابتديت ان انا اصب عليه بنفس الطريقة دي، واجرب اشوف الدنيا فيها ايه. هل بعد ما اصب عليه هيفضل متماسك نوعا ما، ولا هيفك، ولا هيضعف، ولا ايه؟ لان طبعا مهم جدا ان انت تختبر الشيء بشكل عملي مرة واتنين وتلاتة علشان تقدر تحكم عليه. هنا بعد ما خلصت وسبته ينشف حوالي نص ساعة، ابتديت ان انا افك الشكل اللي معايا. طبعا طلع معايا برضو وجميل جدا، التفاصيل باينة ومفيش اي مشكلة في الموضوع بالنسبة لي. طب تعالوا نجرب بقى القالب كده بعد ما استخدمناه ونشوفه هل هو هيبدأ ان هو يتفرد معايا. شايفين يا جماعة لما بضغط عليه جامد شوفوا بيظهر ان هو بيتفتت. طب هو بيتفتت هنا ليه؟ طبعا التجربة دي فاشلة بكل المقاييس، انا بس حبيت ان انا اجرب وارد على التعليق بتاع الاخ اللي هو علق، او اتنين كمان علقوا بنفس التعليق، وارد عليهم عملي علشان يعرفوا حاجة مهمة جدا جدا. شايفين يا جماعة هنا اصلا الحبيبات بتاعة الرمل ما اندمجتش، عملت عزل بينها وبين السيليكون. هي عملت عزل في الاول وانا بفرده، وكمان عملت عزل لما انا ابتديت ان انا اصب. ودي الطريقه يا جماعه المظبوطه اللي انا استخدمتها، لان انا استخدمت بحاجات كتير، منها النشا مع السيليكون والسبيداج مع السيليكون. وطبعا افضل حاجه بالنسبه لي اللي هو الصابون السائل اللي احنا شايفينه ده، وبحط فيه السيليكون وببدا بعد كده اعمل القالب. طبعا عبال هنا مبدأ ان انا اخلص، عايز اقول حاجه مهمه جدا. الفيديوهات يا جماعه الاجنبي مش كلها بتبقى صادقة، خدوا بالكم، لان معظم الناس اليوتيوبر اللي شغالين في المحتوى اللي انا شغال فيه ده مش بيكون بينهم وبين المتابعين اصلا اي يعني اي تفاعل. هو بينزل الفيديو وخلاص. ممكن حضرتك اصلا لو حطيت سؤال او حطيت كومنت او حطيت اي حاجة، هو اصلا مش بيشوف، هو مش بيراجع التعليقات. هو اهم حاجة عنده بيحط الفيديو، والفيديو صادق مش صادق مش بيفرق معاه. اهم حاجة يجيب عنده مشاهدات ويسحب معاه وخلاص، دي اهم شيء عنده. انا هنا بكون حريص ان الفيديو يجيب مشاهدات علشان يتشاف، لكن انا طبعا كل تعليق برد عليه. والحاجة اذا ما كنتش واثق منها
مش بعملها وبجربها قدامكم طلعت كويسة، بتكلم معاكم تعليق صوتي طلعت مش تمام، بقول لكم كل حاجة بتظهر قدامكم. ده يا جماعة القالب المظبوط، القالب المظبوط اللي ما فيهوش غلطة. ده بالنسبة له هتستخدم سيليكون انابيب، لكن لو هتستخدم سيليكون رابر فالموضوع مختلف تماما. ان سيليكون رابر طبعا يعتبر اعلى حاجة في الشغل ده كله، لكن طبعا بيكون سعره اغلى. لو حابين برضو تعرفوا الاسعار والحاجات دي سيبوا لي كومنت وانا تحت امركم. واللي عايز يعرف برضو افضل سيليكون انابيب برضو سيب لي كومنت، او عايز يعرف مكان بيع السيليكون الرابر يسيب لي تعليق او يبعت لي على الواتس. الرقم بتاعي رقم الواتس موجود في صندوق الوصف. اي حد محتاج اي مساعدة واي استفسار أنا تحت امركم. ده اسمه حاضن يا جماعة، الدايرة الجبس ده اسمه حاضن، وده بيحافظ بشكل كبير جدا على القالب اللي معايا. فمهم جدا انك لو عملت قالب زي ده تعمل له حاضن من الجبس علشان تحافظ عليه ويطلع كمان معاك الشغل بتاعك او القطع او المنتج بتاعك يطلع معاك مظبوط 100%، وما بقاش فيه اي مشكلة. وطبعا يا جماعة كل ده انا شرحته في فيديوهات قبل كده، وكل ده موجود في صندوق الوصف وموجود على القناة. واللي مش عارف يوصل للفيديوهات دي برضو يسيب لي تعليق وانا ابعت له كل حاجة. الموضوع سهل جدا وبسيط، واللي عايز يعمل حاجة هيتفرج عندي هيتفرج عند غيري علشان يوصل للي هو عايزه. مش هتحكم نفسك بقناة ولا بقناتين، لا انت هتدور هنا وهناك لحد ما توصل المعلومات اللي انت عايزها علشان مثلا تشتغل او تطور من نفسك او تعمل مشروعك او ايا كان اللي انت عايز تعمله. شايفين يا جماعة؟ ده بقى القالب الصح، القالب المظبوط. طبعا يا جماعة زي ما قلت لكم السيليكون رابر اعلى من السيليكون ده كله، ولكن طبعا بيكون غالي. جميل جدا وحاجة ممتازة. ما تستخدموش طبعا السيليكون مع الرمل اطلاقا، لانه بيعمل عازل زي ما شفنا. ومش كل حاجة ان انتوا تنفذوها لازم تتأكدوا ان المعلومة مظبوطة علشان ما تكلفوش نفسكم وفي الاخر الشغل يطلع بايظ. طبعا انا هنا بسيب المنتج ينشف براحته خالص مع نفسه، وبعد كده ببدأ ان انا الونه. ممكن الونه باكتر من طريقة، يعني انا هوريكم دلوقتي برضو يا جماعة علشان تبقوا متابعين معايا كل التفاصيل وكل حاجة، طرق التلوين عاملة ازاي. ولكن تعالوا نلقي نظرة كده عن القالب. القالب ده اللي بيكون بسيليكون الانابيب، حاجة مش مكلفة وممكن تجيبها من تحت البيت من اي مكتبة او من اي حد بيبيع الادوات الصحية، الحاجات دي كلها او الدهانات هتلاقي عنده السيليكون ده. ولكن مهم جدا ان انت تجيب سيليكون يكون مثلا سيليكون الماني، يكون سيليكون ماركة معروفة. ما تجيبش سيليكون حشو، لان في سيليكون حشو يا جماعة بيكون عامل زي المعجون، ده ما بينفعش خالص. وللأسف السيليكون المصري برضو مش ما عجبنيش شغله. دي طريقة تانية يا جماعة في التلوين. ده برضو نفس القالب، ولكن انا عامل اتنين لان التعريجات بتاعت كل واحد مختلفة عن التانية. فانا هنا عامل قالب ولكن ده بالسيليكون الرابر. ده سيليكون رابر يا جماعة. دي طريقة تلوين مختلفة. انت بتجيب الجبس بتبدأ ان انت تخلطه، وبعد كده بتحط شوية دهان وبتبدأ تقلبهم بالراحة، وبعد كده بتصبهم في القالب وبتبدأ تسويهم وتسيبهم ينشفوا براحتهم. طبعا بتخربشهم عشان لما تيجي تلزق يبقوا يتلزقوا معاك بسرعة. وهو يا جماعة طلع الشكل جميل جدا بسم الله ما شاء الله. السيليكون رابر لا يعلى عليه، ولكن طبعا بيكون سعره غالي شوية. شايفين يا جماعة طريقة التلوين دي ممتازة، وكمان ما خدش اي حاجة مني يعني. لسه ما دهنتوش مثلا ورنيش او ما دهنتوش مادة البوليسترين، لسه على وضعه زي ما هو كده. هنبدأ نلزقه. طبعا طريقة اللزق او المادة اللي احنا بنلزق بيها برضو اللي محتاجها يسيب له كومنت وانا تحت امره. هنا برضو يا جماعة ببدأ ان انا الزق واحدة جنب واحدة. وخد مني نصيحة مهمة جدا، لو انت هتلزق بنفسك حاجة زي كده اهم شيء الصف الاولاني يطلع معاك ميزان، يعني يكون مظبوط معاك بالميزان. بعد كده هتلاقي الدنيا معاك كلها تمام التمام وكله طالع مظبوط، مفيش اي مشكلة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين يا جماعة اللحمات اهي بسم الله ما شاء الله ضيقة جدا والشغل مظبوط وعشرة على عشرة. وطريقة التلوين دي يا جماعة جميلة جدا وتقدر تعمل ميكس ممتاز وتقدر تلون. وكمان يا جماعة مش مكلفة، يعني طريقة التلوين نفسها مش مكلفة خالص. وتقدر ان انت تستخدم الوان شعبية، مش لازم تجيب الوان غالية او كومبروسر عشان تدهن او الكلام ده كله. لا، الشكل زي ما انتوا شايفين اهو دلوقتي. هنعمل زوم علشان نشوف التفاصيل عاملة ازاي بتاعة القالب. وكمان انت تقدر بعد كده ان انت تلونه بالورنيش او تلونه بمادة البوليسترين، ودي مادة ممتازة جدا جدا هتخلي معاك الشكل بيلمع، وفي نفس الوقت هتحافظ عليه من الاتربة وتقدر ان انت تغسله. وكمان الشكل ده ممكن تلزقه
خارجيًا، ولكن طبعًا هيكون بخليط مختلف شوية. أتمنى يا رب يكون الفيديو بالنسبة لكم مفيد، وأنا موجود معاكم في أي سؤال أو أي استفسار، وباشكركم جدًا، جدًا، وما تنسوش تصلوا على الحبيب المصطفى، وتعملوا اللايك الجميل والكومنت الجميل بتاعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.